السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ هذا الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واتمنى من كل شخص لقيت بشوفني ينزل يحط لايك لهذا الفيديو، والناس اللي أول مرة بتشوفنا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس بالضغط على خيار الكل. ركزوا معي يا جماعة بالضغط على خيار الكل، هيك بتصلكم كل إشعارات فيديوهاتنا اللي بننزلها. وتنسوش تشتركوا في حساباتنا التيك توك والفيسبوك والانستغرام السناب شات، كله موجود في صندوق الوصف. وبرضه بحب احكي لكم عن حسابنا الجو فاوند مي، برضه موجود في صندوق الوصف. اللي حاب يقدم لنا اي مساعده، هي حسابنا الجو فاوند مي موجود في صندوق الوصف. واللي ما بيقدر يقدم اي مساعده بيقدر يشارك هذا الرابط على المجموعات الموجوده عندكم في كل مكان. تمام، خليني احكي لكم عن فيديو اليوم. طبعا انتم اكيد شايفين معي هذه الطاقه الشمسيه اللي ركبتها انا عندي تقريبا من اسبوع ونص او اسبوعين، وللاسف فشلت عندي او انتصب علي شيء زي هيك. هذا للاسف الشديد، ما بدي افوت في التفاصيل انتم كلها عرفتوها وحكيت لكم عنها. طبعا هذا اللوح انا لقيته ماخذه تمام ورايح فيه. تقريبا انا بعت هذا اللوح تمام، هذا اللوح كبير، بدي اجيب لوح اقل منه وبفرقية هذا اللوح تمام راح اجيب شغلات ان نقدر نخرج فيها كهرباء. طبعا اليوم هذا يومنا راح يكون طويل وشاق، راح اصور لكم كل شيء في هذا اليوم. خليكم معنا لنهاية الفيديو عشان تشوفوا كيف تفاصيلنا اليوم، شو راح نسوي، كيف راح نخرج الطاقة، هل راح يزبط التخطيط اللي انا خططت له ولا لا، مش عارفين. تابعوا معنا الفيديو للنهاية عشان نشوف شو راح يصير معنا وتفاصيل يومنا في الطاقة الشمسية. ماشي، طبعا احنا بعنا لوح الطاقة اللي شفتوه اللي كان عندنا. طبعا هو كان 550 واط، لوح كبير، وجبنا لوح اصغر منه زي ما انتم شايفين. هذا اللوح 320 واط، اقل حجم، اقل قوة، تمام، منيح كفاءة بدي الحمد لله، واقل سعر. الفلوس اللي الفرقية بين هذا اللوح وهذاك ان شاء الله راح نجيب فيهم المستلزمات الثانية اللي انها ممكن تطلع لنا كهرباء وتخدمنا في كهرباء. لقيتها حنمشي على الخيمة ونبلش نصور لكم اجراءات التركيب ان شاء الله. نسيت اورجيكم انا كيف واقف، معلش اورجيكم. هاي شايفين انا كيف واقف على العرباية، هاي الحمار، وهيك المواصلات عندنا. وهذه شوارع دير البلح، هذه شوارع دير البلح زي ما انتم شايفين. يا دوبي قادر امسك لوح الطاقة. خلص ان شاء الله على الخيمه هالدير. طبعا وهنا حطينا لوح الطاقه فوق الخيمه، شايفين كيف عرقان وشوب. وطبعا حممناه للوح الطاقه، غسلناه وحممناه من الغبره. هذا هو لوح الطاقه زي ما انتم شايفين. طبعا هذا بيختلف عن الاولاني بكثير، زي ما حكيت لكم هذاك 550 واط اكبر، هذا 320 واط اصغر، تمام. وفي فرق سعر كثير في فرق سعر، فزي ما قلت لكم فرق السعر حطيناه في شغلات ثانيه. فهينا بنركب ان شاء الله. وهي الشاب قاعد بيشتغل عندي. هي حاليا جاري تركيب الاسلاك هنا زي ما انتم شايفين. ان شاء الله تزبط. ولا ايش رايك يا ابو وسيم؟ يا رب ما تخيب امالنا يا رب. ما تهنى عليها مسكين ولا يوم واحد يعني. شو يا ريت يوم قول ولا ما زبطتش معانا نهائي. الحمد لله، كل شيء نصيب. ايش نصيبنا، ايش ربنا كاتب لنا بنشوف وبناخذ. ان شاء الله ربنا بكون كاتب لنا الخير في هذه اللوحه الجديده اللي جبت. طبعا هي مش جديده مستعمله، ولكن يعني بتمشي الحال الحمد لله. وهنا هذا الجهاز، شايفين هذا الجهاز راح ياخذ شمس كهرب من اللوحه اللي عمال شفتوها ويدي البطاريه. العمليه حتكون مختلفه تماما عن السابق. يعني كان في الاول عندنا جهاز شمس، تمام، جهاز شمسي ياخذ من اللوحه ويشحن البطاريه ويدينا كهرباء بنفس الوقت، تمام. فهذا جهاز شمسي، شايفين هذا بياخذ من اللوحه شمس كهرب وبيشحن البطاريه. كيف حناخذ كهرباء كيف راح ناخذ كهرباء ونضوي؟ طبعا هذا ما بيضوي ولا شيء، لا، لسه الكهرباء إلها شيء ثاني. خليكم معنا لنهاية الفيديو عشان نشوف شو هو، كيف راح نخرج كهرباء. صار كهربائي، صار حسب مهندس كهرباء بنشأت من كثر ما راح ولف ودار. حسبي الله ونعم الوكيل. على فكرة الفيديو الأول صورت لكم إياه في المقدمة، كان تقريبا على الساعة 10 صباحا. الساعة هلقيت 2:30 الظهر، يعني ما بين المقطع الأول والمقاطع اللي هلقيت شفتوهم تقريبا يمكن حوالي 3 أو 4 ساعات، شيء زي هيك. ما قدرت أصور لكم التفاصيل، فقط بصور لكم الإنجازات. اللي أهم من الطاقة اليوم طلعنا كبون التفاح. يا الله قلت لهم والله طلعنا كبون فيها تفاح. صورنا لهم ان شاء الله، حينزل على قناه سمر هو ان شاء الله. ايش ابو وسيم، احسننا يا ابو وسيم. ايش هذا يا زلمه؟ في ناس طلع لها مانجا يا ابو وسيم. صح، وزعلنا والله، لكن الحمد لله طلعنا كبونه
بس في نوع فواكه. لا خلاص احرقش خليهم يشوفوا على قناه سمر. صح ان شاء الله طب هات نحرق الفيديو. ايش مروحه طبعا راحت بعتتها تشتري لها، هي عمال اجت قدامكم بعتتها تشتري لي قنيه ميه متلجه. احنا بعتنا قناه ميه ثلج بواحد شيكل، ولكن هذه المتلجه بنشتريها جاهزه تمام. هذه ب4 شيكل. خلينا نشرب الشاب اول حاجه يا ابو وسيم. عيب شاب ضيف يعني هو ضيفنا ضيف. ماشي بابا ماشي. ومنروح شاريه برا كمان. طعميني برد في كيس. شايفين كيف فيش كاسات عندنا. شربيني يا سلام ببل الريق. امسك يا ابو سيم شويه. صب للشاب كاس، صب للشاب خليه يشرب. زي ما انتم شايفين هي التجهيزات هنا. هي مكان الجهاز كان هنا، وحاليا بجهز الطبلون والاسلاك والعده هذه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب ما تخيب امالنا وتفرحنا اليوم بالكهرباء. وهلقيتها هذا الجهاز اللي جبناه اللي عمال ورجيتكم اياه، شبكناه على اللوحه الشمسيه زي ما انتم شايفين. هي مسبوكه 100% وهي شغال شايفين، وبيشحن قاعد في البطاريه. هذا الجهاز بيقولوا عنه انتر كولر شيء زي هيك، مش عارف مش فاهم. المهم هذا الجهاز مشبوك في اللوحه في اسلاك اللوحه الشمسيه تمام. يعني في اورجيكم في من هنا تمام، اللي هنا شابك في البطاريات. هي شايفين هذا شابك في البطاريات، هذا مشبوك، هذول مشبوكين في البطاريات. ورجي نشوف. وفي هيهم هنا هذول اللي طالعين، يعني اللي في الجهه هذه مشبوك في البطاريات، واللي طالع من الجهه هذه هيهم اسلاك طالعين من الجهه هذه، هذول مشبوكين في لوحه الطاقه الشمسيه وبيشحنوا في البطاريه. بس كيف بدنا نطلع الكهرب؟ هنا السر وهنا المفاجأة وهنا اللغز اللي حلناه اللي حيرنا وتعبنا تمام. احنا خسرنا صحيح، بس بدناش نضيع هذه الخسارة وتروح هيك. بدنا نستفيد. كيف راح نستفيد؟ بيشحن هالقد كهرب. خليكم معنا عشان اورجيكم وين اللغز اللي حلناه وكيف راح نطلع. ما بدي احكي اكثر من هيك، لاني لو حكيت اكثر من هيك حكشف اللغز تمام. تابعوا معنا الفيديو عشان نشوف كيف راح نحل هذا اللغز الكهرباء. ماشي طبعا هلقيت اجت اللحظه الاخيره مروحه ونشأت متحمسين كثير. طبعا ما بين المقطع اللي قبل شويه شفتوه ما بين المقطع هذا تقريبا ساعتين ونص شيء زي هيك، لانه الراجل انا بلشت اكشف، لانه الراجل اللي كان عنده جهاز الطاقه اللي بتصلح كان مسكر الظهريات، وهلقيت الساعه تقريبا 5 العصر، فروحنا جبنا جهاز الطاقه. هاي زي ما انتم شايفين الجهاز القديم هذا هو الجهاز اللي ركبناه وما زبط تمام، كان في التصليح. خليني امسك يا سمر. كان في التصليح، فاحنا خلص وصلنا للحظات ميؤوسه، وفعلا خلص احنا خلص فقدنا الامل موضوع تصليح الجهاز تمام. فروحنا جبنا هذا الجهاز اللي انتم شايفينه تمام. هذا الجهاز عشان يشحن البطارية تمام. وهذا الجهاز هو شغال تمام، شغال بيدي كهرباء، لكن ما بياخذ من الخلية الشمسية. يعني أنا مش فاهمة حاجة، هم بدهم يفهموا. لا هم فاهمين كل حاجة. هذا الجهاز بالأساس بياخذ من الخلية الشمسية، بيدينا كهرب، يعني بنقدر نشحن منه عصفورين بحجر، بنشحن منه وبنشحن البطارية تمام. المهم بدنا نضوي. لحظة مش عارف أنا زيك بدنا نجيب مروحة. هلقيت بدنا نشوف. أنا والله زيك هلقيت بدنا نشوف تمام. طبعا الشاب ركب لي إياه وجربه 100%. هلقيت خليكم معنا عشان نجرب كمان مرة. فالمفروض إنه هذا يشحن البطارية تمام. وهذا الجهاز ياخذ من البطارية كهرب ويدينا. فلا بدنا احنا وياكم لقيت نجرب. طبعا انا جربت وشفت، فخلينا احنا نجرب. يلا نقول بسم الله. بسم الله. يلا بسم الله، توكلنا على الله. يا رب بسم الله. جربنا انا والشاب والحمد لله تمام الامور. يعني هلقيت خلص اشتغل هيك؟ ان شاء الله. لسه خلينا نجرب. طبعا انا رحت على التصليح عشان اجيب هذا الجهاز خلص، يعني انه ما يصلحه، على اساس انه هذا زي نظام يو بي اس يدينا كهرباء تمام، وهذه تشحن البطارية تمام. لا تلعبش نشأت تلعبش تمام. فقلت له خلص ما تصلح، وقال انا غيرنا شويه شغلات وعملنا شويه شغلات فيه وان شاء الله تزبط هذه الشغلات. فتو انا والشاب الكهربائي ركبناه وان شاء الله زبطت الامور و100%. خلينا نتوكل على الله عقبال ما تزبط امور الهدنه. يا رب يا رب. ها شايف تعال قرب هنا. هذه هي اللي ما كانت تيجي في الاول. شايفين مش واضحه؟ انا بوضح. ايها شايفين هذه العلامه، هي لوحه الشمس تمام. هذه لوحه الشمس، هذه لوحه الشمس، فما كانت تشبك في الاول زي هيك انه يصل الكهرب.
كانت لوحة الشمس هذه منفصلة، هذه تعتبر البطارية وهذه لوحة الشمس، فما كان بينهم توصيل. فلقيت الحمد لله الحمد لله صار توصيل وغنينا عن الجهاز هذا. هذا الجهاز ما بدنا اياه. امسك يا سمر صوري. بدك تخليه يعني هذا الجهاز جبناه على اساس ياخذ كهرباء من لوحة الشمس اللي برا ويشحن البطارية. فالحمد لله الجهاز زبط هلقيته. بدك ترجعه ولا تخليه؟ خليه احتياط. لا بدي اخليه خلص، ايش اعمل؟ مش حلو ارجعه عيب. ماشي نخليه. احنا هلقيته هيو هذا بيشحن تمام. خلينا كمان هلقيت نشغل الكهرباء ونشوف 100% ان شاء الله. صار عندنا كهرباء ان شاء الله قول ان شاء الله. يا رب، ما المره اللي فاتت صار عندنا كهرباء وبعدها ما زبطت. انا لحتى الان فاقدين الامل. ان شاء الله ما بتخرب. ان شاء الله يعني الرجل المره اللي فاتت صلحه واشتغل عنده 3 ساعات، حطوا يجربوا اشتغل 3 ساعات وبعد 3 ساعات خرب. تخيل يا ساهر الطاقة تزبط والهدنة تزبط، كيف نروح ونسيب الطاقة هان؟ يا ستي تزبط الهدنة وبديش الطاقة. نتبرع فيها. الناس أرواح راحت، أملاك راحت، مشاريع ملايين الدولارات صحيح. راحت. بدنا يا سمر نطلع على طاقة مع السلامة. منروح المهم نروح. المهم نروح. يلا لقيت نشغل كهرباء. يا رب بسم الله. احنا حتى الان مش مشغلين كهرباء. اللوحه الشمسيه الجهاز بيشحن في اللوحه الشمسيه بس لسه مش مشغلين كهرباء. خلينا هلقيت نشغل كهرباء. يا رب يا رب استنى هلقيت ان شاء الله هلقيت بتوصل. يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله. هو هذا فصل هلقيته. هات تصور لهم. وهذا فصل اللي ورجيتكم اياه توي. شايفين اللي ورجيتكم اياه اللوحه هنا فصلت، هي بس اثناء التشغيل بتفصل بعدين بتوصل. هذا شايفين هي وصلت قدامكم، هي وصلت الحمد لله وهي صارت تشحن البطاريه. طبعا هذه هي الكهرباء. ام الكهرب خلينا نضوي هنا الزر. تمام يلا استنى لا استنى تضويش. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. واو كهرباء. يلا ادوي يا ابو الناس ادوي. كهرباء. واخيرا امسكي يا سمر. يا رب مسكين. يا رب تضلها ضاوية. ايش عمل فيك انا؟ ضلك ضاوية، ضلك منورة حياتنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المرة الماضية ضوت زي هيك وفرحنا عليها بس عودت للاسف ثاني يوم خربت. ان شاء الله المرة هذه ما بتخرب ان شاء الله يا رب وتضلها هيك منورة الخيمة يا رب. والخيمة منورة بوجودك بوجود مرح ونشأت. وجودك كمان. وان شاء الله بننور بيتنا ان شاء الله يا رب. ان شاء والله الله هذه احلى امنيه لنا في حياتنا. ان شاء الله يا رب بننور هيك برجوعنا على بيتنا ورجوع الناس كلها يا رب. ترجع الناس كلها على بيوتها سالمين امنين لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. نعم يا عمري. وجودك استني بتشكر كل الناس اللي كانت تضلها دائما تسالنا عن موضوع الطاقه الشمسيه. شو صار معكم بالطاقه الشمسيه؟ شو صار معكم؟ شكرا لكم ولاهتمامكم الكبير. خلينا نطمن انها شغاله. لا شغاله الحمد لله. شكرا لكم، شكرا لكل حد كان يسال عنا ويطمن علينا. شكرا لكم، شكرا لتفاعلكم الكبير، شكرا لحبكم الكبير. بنحبكم كثير وبنحبكم. خلص الفيديو ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب. هذا مقطع اضافي للفيديو بعد ما نهينا الفيديو ورجيناكم ان الجهاز اشتغل، ولكن للاسف ثاني يوم الجهاز رجع عطل. شايفين كيف؟ المفروض لوحة الشمس هنا بتكون معلمة زي ما شفتم في المقاطع الماضية، ولكن ثاني يوم الصبح اشتغلنا عليه و100% واشتغل وشحنا جوالات و100% وامورنا الحمد لله كانت تمام. ولكن للاسف تقريبا الساعة تقريبا 11 الصبح رجع الشمس فصل. فرجعنا للطريقة اللي كنا خططنا لها امبارح ونشتغل عليها، اللي هي هذا الجهاز اللي ورجيتكم اياه. هذا الجهاز هلقيت بياخذ من لوحة الشمس اللي برا الخارجية بياخذ اللي هو كهرب بخزن هنا في البطارية. والجهاز هذا فقط وظيفته هلقيته ياخذ كهرب من البطارية ونشحن عن طريقه. في البداية كانت وظيفته ياخذ شمس، ياخذ من الطاقة كهرباء ويدي البطارية ويدينا، يعني زي اللي بيقولوها عصفورين في حجر واحد. لكن هلقيت عصفور في حجر واحد اللي هو بس بخرج كهرب من البطارية، مش عن طريق اللي هو الطاقة الشمسية. اللي عن طريق الطاقة الشمسية فقط هذا الجهاز اللي بخزن في البطارية كهرباء. بس كونكم جزء من عيلتنا حبينا نطلعكم شو بصير معنا أول بأول. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.